ورجعت لكم بفيديو جديد على قناة مختصر الأفلام. قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. في بداية الفيلم بنشوف صياد جواز عايش في الأدغال وهو عالم أحياء، وبحثه العلمي خلاه يعيش في الأدغال بعيد عن المدينة. وفي يوم من الأيام وهو بيعمل البحث ده عضته حية سامة من الأدغال، اتوتر جدا وموبايله وقع منه فما قدرش يتصل بحد ينقذه. حاول يشفط السم من إيده بنفسه لكن ما جابش نتيجة، ولما رجع البيت جرح نفسه لكن كان متأخر جدا، والسم كان بدأ ينتشر في جسمه وبدأ يحس بإحساس غريب وبدأ يفقد الوعي. وفضل مرمي على الأرض أيام كتير، وفي يوم من الأيام مجموعة من العلماء جم علشان ياخدوه. بدأ يستعيد وعيه شوية بشوية وكان لسه عايش لكن مفيش أي قوة في جسمه خالص. جمع قوته وحاول ينادي على الناس دول لكن ما قدرش يطلع صوته، وكل الناس مشيت وهي فاكرة إنه مش موجود. بعد كام يوم من الجرح اللي عمله في إيده السم فضل يخرج من جسمه، وبقى السم اللي دخل مخه بدأ تأثيره يقل وبدأ يتحسن. دلوقتي كان بيحس بس بدوخة وبيفقد الوعي كل شوية. أول ما فاق قرر يروح لمستشفى المدينة على طول، نظف العربية وخرج للمدينة. لكن حاجة غريبة حصلت، اللي هو لاحظ إن مفيش ولا عربية في الشارع، ولما وصل المدينة ما لقاش أي حد حي فيها. شاف إن كل المباني فاضية واتوتر جدا بعد ما شاف كده. واللي حصل إن في وباء انتشر. الوباء ده كان بينتشر في كل حتة وكان خطير جدا لدرجة إنه قضى على كل الناس في أيام قليلة. إيش؟ لأنه كان عالم أحياء، فهم إنه عاش بعيد عن أيادي الناس لفترة طويلة، وده السبب إن المرض ما وصلوش ونجا. واضح إن التعداد البشري انقرض، فما فيش حكومة ولا حد صاحب أي حاجة هنا. افتكر أهله على طول وركب العربية بسرعة وراح لبيتهم. شاف إن أهله ميتين بقالهم فترة وحالتهم كانت وحشة جدا. اتألم وقعد يعيط لكن بعدها جمع شجاعته وحفر قبر بره البيت ودفنهم. الصبح صحي ودور في المدينة ما لقاش أي ناجي تاني. قرر يروح لمدينة تانية سمع عنها اسمها لاس فيجاس. جهز بعض الحاجات الأساسية ومن ضمنهم مسدس وخرج، لكن الكوبري اللي بيوصل لاس فيجاس كان مسدود. اتخض جدا واخد طريق أطول. لما وصل المدينة شاف برضه ما فيش ناس، كل المولات والفنادق الكبيرة وكازينوهات فاضية، وكان باين عليه التعب. راح لفندق وقضى الليل هناك واتمتع بكل حاجة غالية علشان دلوقتي كل دي مجانا بالنسبة له. كان فاقد الأمل إنه يلاقي حد، بس الليلة الجاية قابل اتنين لاجئين من المرض. البنت قالت له قصتها الحزينة إنها شافت أسرتها بتموت على فيديو كول وما عادش عندها أمل في الحياة، والراجل ده كان هيموت هو كمان عشان ما قدرش يعيش في العالم وحيد كده. لكن لما جه الصبح نوايا الناس دي بقت خطيرة على إيش. الراجل ده كان معاه مسدس وكان ناوي يقتلهم هما الاتنين ويقتل نفسه عشان الموت يبقى سهل عليهم كلهم. لكن إيش كان عايز يعيش فقام وراح المستشفى. خرج من هناك وسمع صوت طلق ناري وراه، يعني الاتنين انتحروا. الحادثة ده حطمته أكتر وكان بيحس إنه بقى لوحده في العالم كله. كان بيسوق بسرعة وهو راجع لبيته، وفي الطريق كلب وقف قدام عربيته. الكلب ده كان وحيد زيه تماما. إيش خلاه صاحبه وده خلى عنده أمل جديد في الحياة. بدأ يعيش حياته من الأول وبدأ يقرأ كتب عن النجاة. مفيش نقص في الأكل والشرب ومفيش حاجة اسمها فلوس. كل يوم هو شغال كان بيدور في المدينة علشان يمكن يلاقي حد ناجي، وكل يوم كان بيرجع من غير أمل. وفي يوم هو واقف قدام الشباك مع كلبه بيشرب شاي، فجأة كلبه بدأ ينبح عشان حس بوجود بشري. شاف دخان كان طالع من بيت بعيد وده معناه إن في حد هناك. على طول خد عربيته وراح للبيت اللي الدخان طالع منه. لحسن الحظ كان في بنت هناك. اتخضت لما شافته. هو طمنها انه ما جاش يضرها وانه نفسه شخص وحيد ودور على ناجي تاني. البنت دي اسمها قيمة. من الكلام بين الاتنين عرفنا ان سنة كاملة عدت من الحادثة. قيمة وإيش ملوش اي ناجي تاني طول السنة دي. الاتنين كانوا مبسوطين انهم لقوا بعض عشان العيشة لوحدهم كانت هتبقى صعبة جدا. الناس دول كانوا بيدخلوا في اكتئاب عشان البشر متعودين يعيشوا في مجتمع وحالتهم النفسية بتتدمر لو عاشوا لوحدهم. الاتنين قرروا انهم يعيشوا مع بعض في بيت ايش عشان كان في مخزن قريب من بيت ايش ومكان توزيع اكل، وايش كان مخزن حاجات كتير في بيته تخلي عيشتهم اسهل. ايما كمان جات لبيت ايش، ولما بدأوا يعيشوا مع بعض حياتهم بقت احسن بكتير من قبل. ايما ساعدت ايش في حاجات كتير عدلت من شكله، وكمان بدأوا يرمموا البيت عشان ايش كان عمل تحسينات كتير في بيته طول السنة دي لكن ما كانوش ركزوا فيها. كانوا بيصحوا كل يوم عشان يشتغلوا مع بعض ويكملوا شغلهم. الاتنين كمان فهموا ان لو هما الاتنين بس اللي موجودين في العالم يبقى لازم يزودوا التعداد البشري. اولا كان قرار من الاتنين، لكن لما ايش عرف ان قيمة حامل اتخض جدا. كان الان عشان ولاده مش هيعرفوا يعيشوا في العالم الغريب ده. قيمة شجعته ان كل حاجة هتبقى كويسة. ايش اللي كان عالم احياء بدأ يقرا كتب عن الولادة علشان يعرف هيتصرف ازاي، لان مفيش غير هما الاتنين وهما اللي يعملوا كل حاجة. بالاضافة لكده الاتنين كانوا بيعملوا البيت المثالي. ايش عمل الواح شمسية علشان ما يحصلش نقص في الكهرباء في بيتهم عشان الوباء خلى الوقت صعب جدا. الوقت عدى. بعد كده المدن بدأت تبقى زي الأدغال والحيوانات البرية بدأت تيجي للمناطق الحضرية. ده بقى خطر كبير عليهم، فبنوا سور حول البيت وخزنوا حاجات تحميهم من الحيوانات دي، وخزنوا كمان أسلحة. الناس دول خزنوا حيوانات أليفة كتير واللي كانت بتساعد في احتياجاتهم وبتخليهم مشغولين معظم الوقت.
بسبب غياب البشر المنطقة بقى حواليها خضرة كتير والهواء بقى نضيف جدا، صحتهم بقت أحسن من الأول وحياتهم بقت مثالية. بس في يوم من الأيام واجهوا مشكلة كبيرة تانية، فجأة ظهرت فئران كتير في المدينة. إيش اتوتر وعشان يبعد الفئران عن بيته رمى كل الزبالة اللي في بيته وبدأ يحرق فيها حول البيت. بس الحل ده استمر الليلة واحدة بس. إيه ما قالت له الصبح هتلاقي حل للمشكلة دي. إيش خرج الصبح وجاب قطط كتير من المنطقة اللي حواليهم وخلاها في البيت. القطط بدأت تاكل الفئران وأخيرا خلصوا من المشكلة دي. أخيرا جه اليوم اللي إيمه هتولد فيه. إيش اتعامل مع الموضوع بنفسه واتولد لهم بنت لطيفة جدا شافوها وفرحوا بيها، وده خلى عندهم أمل جديد في الحياة. بعد كده الناس دول بقوا يكتبوا عنوان بيتهم في الشوارع عشان لو في ناجين يعرفوا يوصلوا لهم ويقدروا يوصلوا لبيتهم عشان الأكل والمية. عدت 6 سنين وإيش كان رايح للغابة عشان شغل، وفجأة حيوان بري واقف قدام عربيته. إيش نزل من العربية خايف وشاف الحيوان ده كان لسه عايش بيتعذب، فقرر يخلص عليه بطلقة. كل ده كانت بتتفرج عليه بنت واقفة بعيد. لما سمعت صوت الطلقة اتخضت وبدأت تجري في الغابة. إيش شافها بتجري وجري وراها علشان يمسكها. البنت دي فكرت إن إيش هيأذيها، لكن إيش مش من النوع ده، هو نفسه كان بيدور على ناجين. لما اداها تفاحة وهي جعانة البنت فهمت إن إيش مش هيأذيها. إيش كان عايز ياخدها البيت معاه، لكن البنت رفضت تيجي في العربية وقعدت في الشنطة. حتى لما وصلوا البيت البنت رفضت تخرج من الشنطة. في البيت إيش وإيما عندهم عيلين والتالت على وشك إنه يتولد. بسبب العناوين اللي كتبوها في المدينة 2 ناجين تانيين جم عشان يعيشوا معاهم، اسمهم جورج وماريانا. من سنة جورج وماريانا عايشين مع إيش وإيما عشان ما فيش نقص في أي حاجة. البنت اللي إيش جابها من الغابة فضلت في العربية وما خرجتش وقضت الليل كله هناك. ماريانا جت الصبح علشان تديها أكل، لكن البنت اتوترت ورمت الأكل. ماريانا هدتها وحكت لها قصتها هي وجورج وإنهم كانوا بيلفوا في العالم لوحدهم شهور لحد ما لقوا عنوان إيش وإيما وقرروا يعيشوا معاهم. ماريانا قالت لها إن الاتنين دول كويسين جدا ومفيش حاجة ناقصة عندهم. البنت هديت شوية وبدأت تختلط بيهم، لكن الغريب إن البنت ما اتكلمتش كتير ولا قالت اسمها. وفي يوم من الأيام ماريانا شافت حاجات البنت ولقيت فيها رسومات غريبة وورا مكتوب اسم البنت إيفي. الورقة دي كانت مكتوبة من أمها وقصتها إن في وقت الوباء أبوها كان بيتعرض لها فخافت من أي حد تاني. الورقة دي كانت أمها عايزة أي حد يلاقيها علشان ياخد باله منها عشان أمها كانت هتموت. ولما عرفوا كده بدأوا ياخدوا بالهم منها أكتر. وفي الليلة دي إن ولدت الطفل التالت وده خلاهم مبسوطين جدا. عدت سنة وفي يوم سمعوا إن في ناس جاية من منطقتهم، كلهم اتخضوا خبوا العيال الصغيرة والكبار كلهم طلعوا بالمسدسات علشان يشوفوا مين اللي جاي. عرفوا إن دي مجموعة ناجيين تانيين فيها 4 أشخاص. الناس دول كانوا بيدوروا على إيش وقيمة، ولما شافوا العناوين وصلوا لهم. في المجموعة دي كان في دكتورة اسمها مولي. مولي قالت لهم إن في كل السنين دي قابلت 4 ناجين بس، وده أول مرة تشوف عيلة إيش. من شكلهم وكلامهم إيش وقيمة حسوا إن الناس دي مش خطر فخلوهم ينضموا للعيلة علشان برضه مفيش نقص في الحاجات دلوقتي ويمكن يعملوا مجتمع كبير. إيش كان عارف القواعد علشان الأعضاء الجدد يعيشوا في العالم ده. قال لهم إن لازم يمسكوا السلاح معاهم دايما عشان العالم بقى زي الغابة ويمكن يقابلوا حيوانات برية في أي وقت. ولما يخرجوا عشان يجيبوا إمدادات لازم يخرجوا في مجموعة وإلا أي حيوان بري أو أي حد تاني ممكن يهاجمهم. بعد ما قال لهم كل المبادئ دي خرجوا من مخزن الإمدادات وراحوا للمول والمستشفى. مول اللي كانت دكتورة جمعت حاجات كتير من المستشفى علشان تستفيد بيها المجموعة وتعالج أي حد محتاج. عدت سنين وعرفنا إن في المجموعة دي بقى عندهم أطفال كتير وأزواج تانيين عندهم عيال. المجتمع بتاعهم بقى بيكبر. إيش كان بيدرس للعيال ويحكي لهم عن المجتمعات القديمة وإزاي الناس عاشت. كان بيعلمهم عشان ما يواجهوش مشاكل في المستقبل. حياتهم كانت ماشية طبيعي والغابة حوالين البيت بدأت تكبر. وفي يوم أسد كبير دخل بيتهم من الغابة. لحسن الحظ إيش شافه في الوقت المناسب. إيش جاي ينقذ عياله والأسد هجم عليه. قبل ما أي حد يعمل حاجة الأسد ضربه براسه وكلهم اتوتروا. لما الجماعة جم الأسد هرب. إيما اتجننت لما شافت إيش مصاب ومسكت المسدس وضربت الأسد بالنار في الغابة وقتلته. لكن في الوقت المناسب مولي وكل الناس أنقذوا حياة إيش وبدأوا علاجه. استغرق الموضوع أسابيع لكن إيش رجع زي الأول. عدت 17 سنة وعيال كل الناس دول كبروا وبنشوف بنت إيش الكبيرة هيدر وقعت في حب ولد من نفس المجموعة. صداقتهم بدأت تكبر ومحدش كان ضدها عشان كلهم عارفين إنهم محتاجين يبقوا مع بعض. هيدر والولد ده قرروا يخرجوا من المدينة ويدوروا على العالم ويشوفوا لو في ناجين تانيين. محدش اعترض وادوا لهم مسدسات وحاجات ضرورية وسافروا. ولما سافروا حصلت مشكلة تانية، بدأ ينقصهم المية. لما راحوا للسد عرفوا إن مية السد خلصت. المشكلة دي ممكن تبقى كارثة. بعد كام يوم مجموعة ناجين تانيين جم لمنطقتهم معاهم عربيتهم بس وقودهم خلص. قالوا ليش يديهم بنزين وعرضوا عليه يحلوا مشكلة المية عشان عندهم مكنة حفر ويقدروا يستخرجوا المية من تحت الأرض. ايش ما كانش عنده مانع وعرف الناس دي على مجتمعه، بس حذر كل ناسه إنهم يكونوا حذرين عشان الناجين دول ممكن يكونوا خطرين.
اتضح إن الناس دول بدأوا يحفروا في بيت إيش حسب الاتفاق بعد شغل كتير، أخيرا لقوا المية وكلهم فرحوا، ومجموعة إيش ادت لهم البنزين واحتفلوا بالليلة دي. كانوا هيمشوا الصبح، لكن إيش لاحظ إن قائد المجموعة تشارلي كان طالع من أوضتهم بمنظر مش طبيعي، وكان في عربية واقفة بره والراجل اللي فيها كان حارس. إيش راح يشوفه ولقى إن تشارلي اعتدى على إيفي. إيش أخد الموضوع بجدية وقال لكل مجتمع إن ده خطر حقيقي. إيفي قالت إن تشارلي قال إنه مش هيمشي من هنا. كلهم اتخضوا عشان عندهم أسلحة كتير قريبة من مخزن الإمدادات. إيش فكر إنهم لازم يقتلوا تشارلي وإلا هيقتل مجتمعهم كله اللي اشتغلوا عليه سنين. كلهم كانوا موافقين يقتلوا تشارلي، لكن بعضهم فكروا إن عدد البشر قليل جدا دلوقتي، ولو قتلوه يبقى عددهم هينقص أكتر. بس إيش قال لهم لو ما عملوش كده هيقتلهم كلهم. عملوا خطة وخرجوا وحصروا تشارلي من كل حتة. قبل ما يقول حاجة إيش قتلوا بالفاس ودفنوا. إيش حس إنه تعبان جدا بعد ما عمل كده، عشان ده أول مرة يقتل حد، وكل ده عشان ينقذ نفسه. عرف إنه مش غلط، بس برضه كان حزين. الصبح قال لمجموعة تشارلي إنه قتل قائدهم عشان كان هيهاجم مجتمعهم واعتدى على بنت. محدش في مجموعة تشارلي حس بأسف كبير، وحتى بعضهم قال إن تشارلي كان بيستغل منصبه كقائد ويعتدي على بنات في مجتمعهم. فكلهم كانوا مبسوطين إنه مات ما عدا صاحبه اللي زعق عشانه. ايش قال لمجموعة تشارلي عندنا كل الحاجات تقدروا تعيشوا هنا بسلام، لكن الولد ده مش مرحب بيه عشان هو خطر. بإجماع الكل طردوا صاحب تشارلي من المجتمع بتاعهم. الولد مشي، بس لما عرف إنه مش هيعرف يعيش لوحده رجع تاني، بس ايش رفض يرجعه عشان هيكون خطر عليهم. اتضح إن العيال في المجتمع كانوا بيعملوا طيارة من أبحاثهم القديمة، كانوا عارفين إنهم هيكملوها قريب. بس قبل ما ده يحصل المجتمع واجه مشكلة تانية. ناس كتير منهم أصيبوا بنفس الفيروس اللي انتشر من 20 سنة. الناجين دول كانوا عندهم مناعة نوعا ما، لكن ابن إيش كان حالته وحشة جدا. مولا عندها أدوية كتير وبدأت تعالجهم كلهم، بس حالة ابن إيش كانت صعبة وكل المجتمع كان قلقان. في وسط القلق ده هيدرا بنت إيش الكبيرة رجعت البيت لوحدها، وكانت عمالة تعيط. كلهم سألوها عن صاحبها، قالت لهم إنهم لما سافروا دوروا في كل المدن وفي كل البيوت ولكن ما لقوش ناجيين. كتبوا عنوان بيتهم في أماكن كتير، ولما وصلوا المنطقة في الغابة لقوا راجل ماسك صاحب هيدرا وقتله. قال ده انتقام لتشارلي، يعني ده كان نفس الولد اللي يشترطه من المجتمع. هيدرا قالت عملت اللي اقدر عليه عشان انقذ نفسي وقتلته، ورجعت البيت بسرعة. كلهم اتألموا، وفي وسط الحزن ده ابن ايش التاني مات. المشكلة ما خلصتش بعد موت ابن ايش، 3 من المجتمع ماتوا. الحادثة دي حطمت ايش وما عادش عنده قوة يكمل في العالم ده. مش عايز يموت، بس ايه موافق معاه زي زمان. قالت له لما ما لقيناش حد ابتدينا حياتنا مع بعض وعملنا مجتمع كبير لازم نكمل عشان نعمر العالم ده. لو استسلمت كده بسهولة مين اللي هيعلم العيال؟ ايش اتحمس شوية وراح للجبل عشان يشوف شروق الشمس. شروق الشمس كان مختلف جدا عن زمان، الوان الطبيعة بقت باهتة، كل حاجة اتغيرت. ايش فهم ان العالم مش زي زمان، ده عالم جديد. وهو كان بيعلم عياله يعيشوا في العالم القديم، وده كان غلط. عرف انه لازم يعلمهم يتعاملوا مع العالم الجديد. رجع البيت وقال لعياله كنا بنمشي في الاتجاه الغلط، كنا بنحاول نعيش في العالم القديم، لكن العالم القديم خلص، لازم نتعلم نعيش في العالم الجديد. قال لهم هتتعلموا من الطبيعة بس، وكل اللي هيفيدكم في حياتكم هنا. الاتصالات في العالم ده وقفت تماما، فقرروا يعملوا شبكة اتصالات جديدة. عملوا راديو جديد وده خلى اتصالاتهم قوية. ايش بدأ ينظم احداث اجتماعية جديدة، والعيال فهموا ازاي البشر يعيشوا مع بعض. ايش ما عادش في مجتمعه، راح يرمم المدينة والفنادق تاني. استقروا في المدينة وقرروا يطوروا المدن اللي حواليهم. في مشهد ما بعد الكريدتس بنشوف ايش مع حفيده بيحكي له القصة كلها، وبيقول له العالم ده زي عالمنا بالظبط. القصة بتنتهي هنا، وهو بيقول دي الأجيال اللي لازم تكمل. وكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي، ونتقابل في مختصر فيلم جديد.